الناس هتضحك عليا قوي. انت هابله صح؟ لا انا عاقله جدا. التعذيب هادي قوي. هادي ده جدا. تعذيب. ده سؤال ايه؟ ربنا يطمنك. كان في واقعة قديمة شوية في 2015 زمان بقى، خلاص كبرنا. اتقال ان انتي ضربتي مدير انتاج في عمل فني. انا وربنا معانا تختي معانا. فاكره الواقعه دي. كنت في مسلسل المطلقات وحصل شد. الولد كلمني بطريقه مش مهذبه. قولي له اسكت يا ابن الجزمه. يبقى لحد لا ما ضربتوش طبعا خالص، ما حصلش كل ده. المرة دي كدابة. لا مش كدابه. فانا كان معايا، كنت بقى لسه ساعتها مكتوب كتابي على محمد، وكان بيمشيني بقى معايا طقم كده، يعني بصي اللي هو ممنوع اروح في اي حته لوحدي، ما بطمنلوش. فكان معايا 6 انفار كده، فلاقوه بيشوح لي او ما اعرفش، يعني هو شوح لي كده وكلمني بطريقه مش مهذبه خالص، فهم ما استحملوش. انت عارف هتعمل ايه لو حصل اي عوق؟ عارف يا كبرنا. فالموضوع قلب بقى خناقه وكده وبتاع بين رجاله يعني، وما حصلش حاجه غير كده، وهو الولد زعل ونزل وعمل مشكله معاهم. اللي انتوا عملتوه ده كان جامد قوي، بس يا ريت ما تعملوش مع حد تاني عشان ما تتحرقوش. ولسه محمد دلوقتي بيمشيكي بطقم الحراسه دي ولا لا الطقم قل شويه، ما بقاش العدد الكبير ده، بس ما ينفعش اروح في حته لوحدي. علاء جوزي حمش بيغير عليا موت. بان على قميصه. بيخاف عليا جدا خالص. خلينيش اسوق اصلا. ما بسوقش خلاص، يعني من ساعه ما عرفته. بصي بقى عنا 10 سنين عارفين بعض، هو ما بسوقش. ياه. ما عمرك سافرتي بره لوحدك؟ لا ممنوع. لا مش ممنوع، هو مش محمد بقى اللي منعني، ولادي. هنعمل لهم ايه يا سمسم؟ ما خلبناهم. دراما كوين. لا سيبك من ولادك. في ام تسيب ولادها لوحدهم وحاجات كده بقى بيتقال لي كده. بس عارف احنا لازم نشد على العيال دول لغايه ما يتجوزوا. يعني بصي، هو محمد مش من الشخصيات اللي بتخنق، يعني هو اصلا بيحب الحريه جدا، يعني يمكن انا خنيقه اكتر منه. اعترف على نفسه بنفس ذات نفسه. يعني انا دلوقتي هديت كتير عن الاول، انا الاول كنت فظيعه. بقى مرت ايه؟ ها؟ ليه يا بنتي هتصير؟ غيوره جدا، انا غيوره، انا شخص مش سلس. بصي مش عدم ثقه فيه طبعا، لان انا واثقه فيه، عدم ثقه في الاطراف التانيه. انا شامه ريحه واحد. وايه ده يا علي؟ مفيش، الراجل كان وحشه جايبه وعضه. انتوا اتحسدتوا يا جماعه. احنا هنسهر فين الليله؟ هننبسط ازاي؟ يعني ما بحبش حد يتجرأ على جوزي، لان انا ما بتجرأش على جوز حد. هي بنت عوق اساسا، منتظر انت منها ايه؟ بعدين البنات بقت جريئه ما شاء الله، والله هما اللي بيعكسوا الولاد دلوقتي وحاجات كده. والمصحف لا شوف لي شوفه تانية يا رضا، بس المره دي بقى هعرف لي ده كربحاء وحقيقي مش بمد الايد. يلا ينعل يا امك. عمرك اتعرضتي موقف زي ده؟ لا، او لغايه دلوقتي بيكتبوا لي اوكا ده عسل قوي سيبوهن. واحده كانت لسه كانت بادئه على التيك توك. شنطه ده الكراش بتاعي وحاجات كده. بلوك طبعا. لا والله العظيم ما بعمل لهم بلوكات ولا اي حاجه. سيبيها ولا بتمسكي خلاص دلوقتي بقيت بضحك وخلاص. الغريبه بقى ان الراجل اللي بيخون بيبقى ليه جاذبيه خاصه زيك كده. الاول بقى لا الاول كنت نار، ومين دي ومش عارف ايه، وكاتبه لك كده ازاي وازاي اتجرأت وازاي عملت، لحد بقى ما هديت وخلاص. كانت طيبه ونسمه وقلبها ابيض وزي الفل، بعد كده اتحولت بقت نكديه وزنانه وطلباتها كتير، ما بقتش ملاحه.